أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباح الخير سيدتي الجميلة، صباح الخير صديقي العزيز. وكنا زمان لما بنروح الريف كانت بتبقى رحلة ما أحلاها وما أجملها، سواء الريف كان في وجه بحري أو الريف كان في وجه قبلي أو الريف كان في القاهرة والجيزة. كنت لما بتتنقل من مناطق الشعبية والمناطق الراقية، مش الراقية يعني لأن الريف كان أرقى من المناطق دي، ولكن كنت بتروح تستمتع بالحياة الريفية، تشوف الست وهي قاعدة على الرحاية بتطحن القمح، تشوف الراجل وهو مدور الساقية ومعلق البقر وعمال يروي في الارض، تشوف ابو وردان مال الغيطان، بتشوف حاجات كتير قوي حلوة تشرح القلب. لما يجي الصلاة، ميعاد الصلاة، كل الناس يلا عشان نقوم نصلي في الجامع، يلا يا اولاد يلا يا اولاد، والجلاليب والحاجات والقفاطين الجميلة والحاجات الحلوة دي، كل ده راح فين؟ كل الحاجات الجميلة دي راحت فين؟ القيم والمبادئ والأخلاق الريفية راحت فين؟ نفسنا نسأل نفسنا السؤال ده. الأمراض اللي انتشرت كتير قوي دي وبدأت من الريف جت منين؟ الكذب والنفاق اللي عمره ما راح الريف جه منين؟ ما تشغل عقلك معايا انت وهي كده وتعالوا نسأل نفسنا سؤال، راحت فين الحاجات الحلوة الجميلة بتاعت المصري الأصيل؟ ليه انتهت؟ ليه انقرضت؟ ليه ما بقاش الله فيه الوباء والكذب والرياء وكله بيجري ورا حاجة واحدة بس، سواء هنا أو هنا؟ كله نسي إن فيه رب اسمه الكريم ما بيسيبش حد من غير عشاء، كله نسي ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرازق، وما امتلك قوت يومه امتلك الدنيا وما عليها. كله نسي الكلام ده. بيجري ورا ايه؟ كلنا بنجري ورا ايه الا من رحم ربي. كلنا بنجري ورا الارجاء، ورا الفلوس، ورا ازاي يبقى معايا وجيبي مليان عشان اروح ابضع، واذا كنت ببضع يعني. لما بيجوا يبنوا جامع النهارده، ناس بتستغل الحكايه وتعمل اعلانات في التلفزيونات قد كده، كلها سرقه وكلها نصب على الناس، قال عشان يبنوا جامع ولا عشان يحطوا شويه ميه للناس عندهم عايزين يوصلوا لهم ميه. ايه الكذب والرياء والنفاق ده؟ ايه اللي حصل لنا؟ فين الامه الشريفه العفيفه؟ راحت فين؟ الكلام ده احنا بنقوله يمكن، ما انا عارف ان يمكن دي بعيدة قوي، يمكن دي من الشيطان ينصلح حالنا، انما بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها دي عمرنا ما هينصلح حالنا خالص. كان الدكتور بيتمنى يروح يقعد في وحدة في الريف، النهارده لا، الدكتور عايز الارجاء، عايز المدن وعايز الحاجات الحلوة. نفس القصة المحامي، نفس القصة الضابط، نفس القصة كل أفراد المجتمع. انحدر بينا المجتمع. امتى هنرجع؟ ولا مش هنرجع وخلاص ونرجع لكلام رب العالمين ان ربنا يهلكنا اجمعين؟ ما هو كده، طول ما احنا ماشيين ورا الشيطان الملعون ابن الملاعين احنا الى جهنم وبئس المصير. الشيطان دخل في دخلك في حب الشهوات، حب المال وحب كل الحاجات الوحشة. انما فين الحاجات الحلوة؟ راحت فين؟ انت يا ست انت وهي ارجعي اغبسي لقمتك بايدك. الامراض انتشرت في الريف اللي كنا عمرنا ما بنسمع عن امراض في الريف. الامراض الكتير، اشي كلى وغسيل كلوي ومش لاقيين مستشفيات يغسلوا فيها، اشي سرطانات، اشي كبد ووباء كبدي، اشي. كل ده منين؟ كل ده لازم نقول كلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا رب
يا رب اصلح حالنا ورجعنا ليك سالمين غانمين. تحياتي لكل الناس ونهاركم جميل. والموضوع ده أساسا لو قعدنا نتكلم فيه 10 أيام من غير ما تقطع مش هيكملوا. نهاركم جميل.